لا النصر يعني شوف احنا كنا عارفين انه ممكن يجيك دروب في اي وقت، احنا جانا في بدايه الموسم يعني، لكن الحمد لله الفريق لسه ما اكتمل ترى، لما يكتمل الفريق اتوقع بيكون الفريق افضل وافضل ان شاء الله. ما هو اذا بقعد احكي في الاعلام، احنا جايين نشتغل في نادي النصر، يعني الواحد يعمل على تصحيح بعض الاخطاء، والحمد لله ان شاء الله يعني هي ما هي اعذار الغيابات، بس لما يغيب عنك 10 لاعبين او 11 لاعب اساسيين، يعني فريق كامل صراحه قاعد يغيب، فاللاعبين اللي يلعبون مستواهم ممتاز، لكن ما تعودوا يلعبوا مع بعض كثير، خصوصا من المواسم اللي فاتت اثنين. فالحمد لله اهم شيء اليوم تعدينا دور ال 16 هو دور 16 للثمانية. فالحين نفكر في مباراة نجران القادمة في الدوري صراحة. سمو الأمير، تأهلكم اليوم تقابلون في نادي الشباب كأس ولي العهد، هذه المباراة سمو الأمير كيف تراها؟ مباراة باقي لها اسبوعين وثلاثة، فماني نفكر فيها، خلينا نفكر في مباراة نجران اول شيء. اليوم رابع على مستوى الفريق؟ نوعا ما المستوى كان جيد، يعني من اللاعبين جدد، يعني لاعب جديد مهاجم ويونس لما دخل، فالفريق كان كويس، ما في ملاحظات. انا قلت لك يعني انه دروب يحصل للفريق دروب يعني، وكويس انها تحصل في بدايه الموسم ولا تحصل في نص الموسم. العام حصلت لنا في نهايه الموسم، لكن اهم شيء الحين تعود الانتصارات، واذا بدا الفريق ينتصر خلاص ان شاء الله. تداركت الموقف في تغيير الأجانب في وقت مبكر سمو الأمير؟ احنا كنا قاعدين نبحث على اجانب من الاصل يعني، فالفتره ما اغلقت الى الان يعني، فالحمد لله انه جبنا الاجانب وان شاء الله ينسجمون مع الفريق. فابيان سمو الأمير، هل هو تحول لاعب استثمار في نادي النصر؟ الى الان ايه، بس اللي مسجلين 4 اللي موجودين، تونا بدري في بدايه الموسم، ويعني انا ارجع اقول اعتقادي انه افضل فريق سعودي يعني الان في اخر 3 سنين النصر. كون انك تنهزم في مباراه من غريمك التقليدي ما هي مشكله، تتعادل في الدوري ما هي مشكله يعني ما هي هذيك المشكله الكبيره اللي الناس صوروها للجماهير النصراويه. الفريق قوي ان شاء الله، مع عوده اللاعبين المصابين والموقوفين يصير اقوى وافضل ان شاء الله. بما انك تحدثت عن فتره انتقالات انها لسه ما اغلقت، كنو ما صحت مفاوضات النصر له؟ ما فوضنا كنا احنا، يعني ما فوضنا رسميا. ما في مفاوضات النصر محمد كنو. سمو الأمير، ما حد افضل محاور في المملكه ما يحتاج. باقي واحد الله يرجع ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله. الاصابات في نادي النصر غالب وش صاير فيه؟ الفريدي العنزي في الثانيه يكونون راجعين، وعبد الله يعني خلال اسبوع 10 ايام ممكن يكون جاهز ان شاء الله. سالم العثمان والأنبالي تقول انه بيستقيل من منصبه. صحيحه تمام. دائما مع المنتخب، والمنتخب دائما اولا شايع لاعب يعني لاعب نصراوي ونجم نصراوي، لكن احنا مع المنتخب اولا صراحه، فالقرار عندهم يعني ما هو عندي انا. في حال انه صار في عقوبه على اللاعب يتضرر فيها النادي ايقاف 3 شهور او 6 شهور، وش موقفكم انتم سمو الامير؟ لما يصير شيء بتشوف ايش موقفنا، يعني ما في موقف الان، ما في شيء صار، هي مجرد موضوع كبر وضخم، وهذا لان في لاعب منهم من نادي النصر ولاعبين من الاتحاد فقط، انت شوف من المستفيد وبتفهم. شكرا لك سمو. والله هذه يا ابو تركي يبي لها في الاخير تا 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 تا. طيب كابتن طارق كيال.